السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. رمضان بيدق الأبواب وأول سحور قرب جدا، وسحور يعني طبق الخلد الأساسي معانا اللي بيخلط في المعدة عشان ما نجوعش تاني يوم، يعني طبق الفول. وفول هندمسه كمان النهاردة في الحلة وبشوية أسرار هتعجبكم جدا. عمرك ما هتشتري فول أبدا من بره، بس أهم حاجة الحلة تكون مناسبة جدا جدا زي ما هنشوف مع بعض. ويلا بينا مع بعض نشوف هندمس الفول في الحلة ازاي، ولا أجدع مطعم فول في زمانه. يلا بينا. اول حاجة هتكون معانا فن اختيار الفول. فول التدميس، الفولاية الكبيرة اللي لونها فاتح البيضة، عشان يطلع لك الفول كده زبدة، لونه كده يشرح القلب. وبغسله كويس قوي وبننقعه لمدة 3 ساعات، مش اكتر من كده عشان القشرة ما تفصلش. بعد كده عندنا كوباية من الفول المدشوش اللي هو فول البصارة، بنغسلها كويس قوي. الكوباية دي اللي هي مج زي ما انتم شايفين. وبعد ما بكون نقعت الفول لوحده 3 ساعات بنزل بكوباية الفول المدشوش عليه ونص كوباية عدس أصفر برضو بيتغسل كويس قوي، وبنزله كده برضو على الخليط بتاع الفول. خلي بالكوا ده هنسميه بقى؟ خليط الفول. وأقلبه في بعضه واسيبه كده في بعضه نص ساعة. مهمة قوي الحركة دي، ادي أول سر حلو ظهر معانا. بعد نص ساعة بقى يا جماعة هنشوف شكله هيبقى عامل ازاي. تعالوا كده نقلبه كله في بعضه. بصوا ده كده فول التدميس مع العدس مع فول مدشوش. يلا بقى نجيب الحلة، وزي ما بقول لكم فن اختيار الفول فن اختيار الحلة. حلة جرانيت محترمة، انا استخدمت نايس كوكر، بحب جدا جدا يا جماعة الماركة دي، محترمة، توزيع حرارة محترم. المقابض بتاعت الحلة صب منها فيها، يعني حلة متينة تعيش معاك العمر كله. حتى الغطا في توزيع الحرارة ممتاز. القعدة بتاعتها سميكة جدا جدا، يعني بتحتفظ بالحرارة لأطول فترة. وكمان يا جماعة بتوزع الحرارة حلوة قوي. يعني دي في المحشي هتبقى حكاية. احط فيها نصها كده مية بتغلي، وبعدين انزل بخليط الفول اللي عملناه مع بعض في المية، بس لازم المية تكون بتغلي. حطي كده الخليط كله. طبعا انا اخترت منها اللون الاسود، في منها الوان كتير قوي تناسب اي ذوق واي مطبخ، بس انتوا عارفين عيش ايه للحلة السوداء، الجرانيت دي بتبقى شيك كده. تعالوا بقى هنا معلقه صغيره سكر على خليط الفول، قلبي كله في بعضه. معلقه صغيره سكر هي دي اللي هتخلي لك الفول زبده. بعد كده تعالوا نشوف الحركه دي ونفهم احنا بنعمل ايه. جبت براد او اي حاجه عندك بتتحط على النار، وحطيت فيه ميه سخنه. بعد كده جبت ليمونتين قطعتهم كده كل ليمونه نصين، باخد كل نص في المصفى عشان اشيل البذر، بديها نص عصره بس، وبخلي نص الليمونه فيه شويه عصير ليمون كده زي ما هي. اوعي ابدا تحطي ليمونه صحيحه جوه الفول زي ما بشوف ناس بتعمل كده، هتاخدي فول فيه مرارة السنين. اوعي تعملي كده. احنا يا دوبك بس ميه سخنه. بصوا اهي، شايفين فيها عصير ليمون ازاي؟ زي ما بوريها لكم، عصره صغيره، وانزلي بنص الليمونه زي ما هو في الميه السخنه كده. وبعدين غطي بقى، سواء ممكن كزارولا، ممكن لبانه، ممكن براد محندق حلو كده زي بتاعي بالشكل ده. وهناخد البراد ده ونشوف هنعمل بيه ايه. ده سر بقى الفول المحترم قوي. تعالوا بصوا، لسه الفول قايم يغلي اهو، تقليبه حلوه. وبصي بقى، المفروض ان انا دلوقتي هغطي على الفول عادي بغطا الحله العادي، ده الناس العاديه بتعمل كده. احنا مش هنعمل كده. هنعمل ايه؟ هنقلب غطا الحله، وهنجيب البراد اللي فيه الميه السخنه بالليمون واحطه فوق الحله، علشان الفول كل نص ساعه هيحتاج تزودي له ميه، فمش معقول هتقعدي كل شويه تغلي ميه وتحطيها على الفول، واوعي تحطي ميه بارده. فاللي هيحصل لما احط براد او لبانه او كزارولا بالشكل ده، هتفضل الميه سخنه واخده حراره الحله، فكل ما ميه الفول تنقص هزود من الميه ام ليمون اللي في البراد زي ما بوريكم كده. يا سلام يا سلام. لا يا جماعه، لا التصفيق يا جماعه، سقفولي. الميه بليمون دي عمرها ما تخلي الفول بتاعك يغمق ولا يسود ابدا، هيبقى لونه فاتح وحاجه كده عظمه ما شاء الله. تعالوا بعد كده بقى نشوف هنعمل ايه. بعد ما الفول ياخد غلوة على نار عالية، واروح موطية عليه النار وسايباه بقى حوالي 3 ساعات كده. بصوا خد مية قد ايه؟ خد حوالي 3/4 المية اللي في البراد. هفتح بقى كده واشوف شكل الفول من جوه عامل ازاي. استعدوا، بسم الله ما شاء الله. بصوا شايفين اللون؟
لا اسود ولا غمق ولا اتهرى مني ولا اي حاجه، ميته تقيله وحلوه. شوفوا جمال اللون، شوفوا جمال الفول عامل ازاي. عايز شوكه بس تلمسه يتهرس ويبقى ايه، كريمه. بصوا المنظر، عسل يا اخواتي، عسل، الله اكبر عليه. اظن يعني قدامكم اهو، مفيش بعد كده ولا قبل كده. عيشي بقى باطباق فول الجميله، والحله الجرانيت المحترمه ما خلتش الفول يلزق ابدا. عشان كده بقولك دايما لما تيجي تفكري تجيبي طقم حلل بيبقى طقم العمر، فلازم تفكري كويس. انا عن نفسي بنصحكم بنايس كوكر، بجد الطقم في منتهى الجمال، ومن اللطقم المحترمه القليله جدا اللي فيها حلل كبيره، مقاس كبير. اغلبيه اللطقم اللي موجوده دلوقتي ماشيه على النظام التركي، الحلل بتاعتها كلها تلاقي 3 حلل 4 حلل صغيرين كده ملهمش لازمه. لكن شايفين دي الحله دي اكبر مقاس في الطقم، يعني تحطي فيها بطايه، تحطي فيها فرخه محترمه. عيشي بقى. بصوا شوية الفول وحطيته في طبق استانلس زي عربية الفول بالظبط. لا يا جماعة، احنا 7 صنايع يا جماعة، احنا 7 صنايع. شايفين الفول بيتحدث عن نفسه. ألف هنا وشفا ليكم جميعا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.